في ممثلين بيمثلوا عشان يعيشوا، وفي ممثلين الفن نفسه بيعيش على ابداعه. انت بتتكلم عن 60 سنه وقوف قدام الكاميرا والمسرح، اكتر من 250 عمل فني وصوت حفر نفسه في ذاكره اجيال كامله. هو الاستاذ عبد الرحمن ابو زهر، الراجل اللي كل ما كان بيكبر موهبته بتتوحش. النهارده هنفك الشفره العبقريه دي من خلال كذا وش صعب تتخيل انهم نفس الشخص. اتولد في 8 مارس 1934 في محافظه دمياط، جوه بيت مصري بسيط. مش بيحلم بالشهره، مش بيحلم بالكاميرات، امال كان بيحلم بايه؟ بيحلم انه كان يبقى مدرس لغه عربيه زي ابوه. خليك فاكر كلمه مدرس لغه عربيه دي عشان هنحتاجها كمان شويه. في يوم من الايام وقف في مسرحيه مدرسيه، وفجاه الولد الخجول ده اتحول لحاجه تانية خالص. هو خد الميداليه الذهبيه كاحسن ممثل طالب على مستوى الجمهوريه كلها. استاذه ساعتها قال له انت مش هتبقى مدرس، انت هتبقى ممثل. ودي اللحظه اللي غيرت مسار حياته. التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحيه وتخرج سنه 1958. الدفعه دي كانت دفعه العتاوله: نور الشريف، عزت العلايلي، يوسف شعبان، صلاح قابيل. الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره اشتغل فتره في وزاره الحربيه بعد التخرج، لكن اشتغل سنه واحده بس، وبعدين دخل المسرح القومي. وكان اول دور مسرحي ليه كان مسرحيه عوده الشباب لتوفيق الحكيم. ومن ساعتها المسرح بقى بيت. 60 سنه على خشبه المسرح، اكتر من 40 مسرحيه. المسرح بالنسبه له ما كانش شغل، كان بمثابه مدرسه. الفنان عبد الرحمن ابو زهره ليه تاريخ فني عباره عن 200 مسلسل، سواء على مستوى الدراما المصريه او التاريخيه باللغه العربيه الفصحى او المسلسلات الاذاعيه، وحوالي 40 فيلم. برغم من انه عدد قليل مقارنه بالتلفزيون، لكن سايب فيهم بصمه مش ممكن تتنسي، وهو ابن المسرح القومي في الاساس. أعمال الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة كتير جدا، فهحاول أتكلم عن أشهر الشخصيات اللي قدمها وليها أثر لحد دلوقتي، زي شخصية الحجاج بن يوسف الثقفي في مسلسل عمر بن عبد العزيز، أفضل مجسد الحجاج في تاريخ الدراما. عبد الرحمن أبو زهرة لم يقدم شخصية الحجاج شرير تقليدي، بل أظهر سيكولوجية رجل دولة مرعب، ومنبرة صوت جوهرية مخيفة، ولغة جسد التي تعكس كبرياء هائلة في المسلسل. كان يمثل السلطة الغاشمة في مواجهة عدالة ونقاء عمر بن عبد العزيز. استطاع ببراعة بالغة النطق باللغة العربية الفصحى اللي خلتك تخاف منه وتحترم هيبته. ما وعدت إلا وفيت، وما توعدت إلا أنهيت. انظر كل في أمر نفسه ليحذر أن يكون من فرائسه. وده اللي كنت بقول عليه من شويه، انه وهو صغير كان عايز يبقى مدرس لغه عربيه، وفي الشخصيه دي عمل مزيج ما بين الموهبه والشغل، وطلع لنا تجسيد شخصيه من اصعب الشخصيات في تاريخ الدراما المصريه. شخصية موسى من فيلم أرض الخوف. الفيلم ده للمخرج داوود عبد السيد، اللي قدم أبو زهرة دور مساحته مش كبيرة لكنه ماستر كلاس في التمثيل. موسى هو الرجل الذي قسم عالم أرض الخوف لأسياد وعبيد. بملامحه الهادية ونظراته الثاقبة وصوته الذي يحمل خبرة السنين، وقف أمام الإمبراطور أحمد زكي ليقول له كلمات فلسفية عن طبيعة عملهم وعن الحياة. أداؤه كان واقعي جدا وصادم، وصاب بصمة عميقة في الفيلم. الشخصية دي احنا كرهناها مرة وحبناها مرة. كرهنا الاسد الشرير في الطفوله اللي طبعا في المملكه من اخوه مفاسه وابن اخوه سيمبا، وحبيناها في المره الثانيه لما عرفنا ان ده صوت الفنان الراحل عبد الرحمن ابو زهر. سنه 1994 شركه ديزني عملت فيلم ذا لايون كينج، وده بقى واحد من افضل الافلام الانيميشن في التاريخ، واللي كان عامل صوت سكار ساعتها جيرمي ايرون. لكن لما اتعملت النسخه العربيه كان مطلوب صوت بيجمع حاجتين صعبين مع بعض: الاناقه والشر، الذكاء والخطوره، الكاريزما والخبث. واللي اختاروه لده عبد الرحمن ابو زهر. وده مش اختيار موفق، ده اختيار عبقري، لان الراجل ده عنده في صوته طبقات. لما بيتكلم بهدوء بتحس بتهديد اكتر من اي حد تاني، لما بيضحك بتحس ان في حاجه ورا الضحكه دي مش كويسه، ولما بيعلن عن نفسه ملك بتصدقه حتى لو عارف انه ظالم. احنا هنا بنتكلم عن قمه في الفويس اكتنج على مستوى العالم العربي. عمو سكار، لما انا ابقى ملك انت هتبقى ايه؟ حبطيشة. طبعا أنا واثق جدا جشعكم ده شيء زايد، جبن ملاكم حقدا بتلموا فتات الموايد، لأن عمركم أبدا ما عرفتوا نظام ولا قائد. هذا قررت أن أقودكم، فاستعدوا لمعركة الحياة، استعدوا لوثبة الطغاة. معارك خطيرة، مقالب حقيرة، ونصيبنا هيكون ايه؟ السلطة والجاه. استعدوا. أيوة أنا استعد. السلام
لموت مفاسة. هو عيال. لا يا غبي هنقتله. عبد الرحمن ابو زهره ما عملش مجرد دبلجه، بل جمل الشر وخلاه ممتع. نبرته المليئه بالتهكم والغل تجاه مفاسة وسيمبا، كل ده خلى شخصيه سكار بنسختها العربيه تتفوق على النسخه الانجليزيه وتكرم من شركه ديزني. بالمناسبه تقريبا مفيش عربي اتفرج على نسخه جيرمي ايرونز اصلا. ونيجي للشخصيه الايقونيه، شخصيه المعلم سردين. سنه 1996 بيتعمل كاستنج لمسلسل لا نعيش في جلباب ابي، اللي بالنسبه لي مهما تعدي السنين مفيش مسلسل غيره هياخد رقم واحد ولا هزهق وانا بتفرج عليه. وتم الاختيار على الراحل حسن حسني انه يعمل دور ابراهيم سردين، وحصل اختلاف على الاجر انه كان 7000 والفنان الراحل حسن حسني كان عايز 10000، فما حصلش اتفاق وحسن حسني اعتذر وجه الدور للاستاذ عبد الرحمن ابو زهر. وكويس انه رفض عشان الدور ده لايق عليه قوي. وحد يسالني اشمعنى يعني مع حسن حسني تقيل برضه، اقول له اكيد، بس نبرات عبد الرحمن ابو زهره في المسلسل ده كانت ايقونيه جدا. انت لسه شاب بصحتك وعافيتك، اوعى تبص وراك. وعمل كيمياء مع نور الشريف جميله جدا. يعني كيمياء حسن حسني مع نور الشريف مثلا في فيلم الظالم والمظلوم ما كانتش احسن حاجه من وجهه نظري. وعمل دور مختلف عن تيمة المعلمين بتوع الدراما المصريه، اللي هو الراجل المفتري اللي دايما بيزعق ويظلم الناس اللي شغاله معاه. فهنا بقى اتحب وخلانا نستغرب ازاي في واحد معلم مش بيعمل زي الباقي، وكان بيتخانق مع ابنه المساعد بتاعه عشان عبد الغفور الغلبان، على عكس دلوقتي يقول لك اصل ده واحد اقدم منك فيعمل فيك اللي هو عايزه عادي. المهم ده واحد تاجر خردة، راجل بسيط ولا ليه مكانة اجتماعية كبيرة في البلد، بس عنده حاجة تانية خالص، حكمة الشارع وإنسانية حقيقية، كأنه مدرسة في فهم البشر. عبد الرحمن أبو زهرة لبس شخصية سردينة مش بس تمثيل، لا ده اندماج كامل. كل ده بيقول لك إن في إنسان حقيقي قدامك، مش مجرد ممثل بيأدي دور. الجميل في سردينة إنه مش بطل المسلسل، لكن هو نقطة تحول رئيسية لشخصية وعقلية عبد الغفور البرعي. ولما بيغيب عن الشاشة بنحس بفراغ، وده أصعب حاجة ممكن يعملها ممثل على الإطلاق. وده الفرق بين ممثل شاطر وممثل عادي. معلم سردينة مش دور، معلم سردينة الناصح، وكان من اوائل الناس وقتها اللي علمنا اننا طالما افكار ما نقطعش على كار غيرنا طالما مش شغالين فيه. عبد الرحمن ابو زهره هو اللي خلى ابراهيم سردينة عايش لحد دلوقتي باحكامه ونبره صوته اللي عمرها ما هتنسي. كنتش حابب تكون دي النهايه، لكن هو ده اللي حصل. راجل عنده اكتر من 60 سنه خبره، قدم اكتر من 250 عمل فني من مسرحيات وافلام ومسلسلات. اخر حياته كان قليل الادوار، محدش بيتصل بيه ولا حد بيفكر فيه، لدرجه ان قال قبل كده في لقاء اعتبروني وجه جديد. يعني انا مستعد، انا موجود، انا لسه قادر، بس محدش بيخبط على بابي. ده مش كلام زعل، ده كلام راجل عنده كرامه موهبه، حاسس ان الدنيا نسيته وهو لسه بيتنفس. الناس اللي شافوا الكلام ده اتضايقوا جدا لانهم عارفين قيمته اكتر من اللي المفروض يعرفوها. عبد الرحمن ابو زهره رحل 11 مايو 2026 عن عمر 92 سنه. مسيره ومكتبه فنيه استثنائيه مش هتتنسي. الناس اللي شافت المعلم سردينة مش هتنساه، الناس اللي سمعت صوت سكار مش هتعرف تتخيل غيره. الفنان الحقيقي مش بيموت لما جسمه يروح، بيموت بس لما الناس تنساه، وده مش هيحصل. سلام عليكم. الوداع يا سيدي.